اللي مشي وسابك يمكن يكون أنقذك من حاجة أنت ما كنتش شايفها. اوعى تزعل. سلام عليكم. الفراق فعلا ده شيء بيوجع، وساعات كتير جدا بتبقى أنت متعلق بشخص حياتك بتبقى واقفة عليه، لكن لو بصيت للموضوع من ناحية تانية هتحس إن في شيء جديد بيتفتح لك، في باب جديد بيتفتح لك، أو في حاجة ربنا سبحانه وتعالى نجاك منها. مش دايما الشخص اللي بيبعد وبيختفي وبيفرقك بيكون وحش، لا، هو ممكن يكون كان جاي يعلمك حاجة، وبعد كده مش انت بقى هتعمل ايه وقت ما مشي، هو ده اللي انت مسؤول عنه. اوعى تفكر ان الحياة وقتها بتخلص وان الحياة كانت متوقفة على الشخص ده. انت لسه هتشوف تاني، ولسه هتتعلم تاني، ولسه هتقابل تاني. المهم انك في كل علاقة تدخلها تسأل نفسك ايه الدرس اللي انا هتعلمه. ما تعلقش حياتك على الشخص نفسه، لان في كل شخص احنا بنتعرف عليه في درس احنا بنتعلمه. اللي اختفى من حياتك سواء اختفى فجأة او اختفى بناء على اتفاق ما بينكم، لا انت مطالب ترجع له ولا انت حتى مطالب تزعل عليه. المهم انك تتعلم من العلاقة اللي كانت ما بينكم، هو ده المهم. تفهم هو ساب لك ايه. هو شخص في الاول وفي الاخر في منه كتير قوي، لكن الدرس اللي انت اتعلمته من الشخص ده هو اللي كان المقصود. وبالتالي لما شخص يختفي من حياتك فجأة، اقعد مع نفسك ورتب اوراقك، لانك في الاخر ممكن تشكره انه فتح لك باب جديد لما اختفى. وهتعرف ان الغياب اوقات كتير جدا بيكون هدية من ربنا سبحانه وتعالى، لان في ناس ما كانتش تستحق. اسمع الكلام تاني وقول ده.